بص، أنا عارف إنك زهقت، عارف إنك حاولت كتير، وكل مرة تقول دي الأخيرة وتلاقي نفسك راجع تاني من الأول. كل الناس فاكرة إنك تمام، بس محدش شايف اللي جواك، محدش سامع صوتك وإنت ساكت. بس خليني أقولك حاجة، اسمعها كويس. اللي إنت فيه مش ضعف، ده تعب، وتعبك ده معناه إنك بتحاول، واللي بيحاول دايما سابق خطوة. الناس مش هتفهمك ومش هتحس بيك، بس مش لازم. كفاية إنك إنت عارف إنت رايح فين، وعارف إنك مش هتوقف مهما الدنيا ضغطت عليك. كل سقطة بتعلم، كل دمعة بتقوي، وكل يوم بتقوم فيه من السرير وإنت مضغوط ده نصر. الناس بتحكم على النتائج، بس محدش بيشوف اللي ورا الكواليس، اللحظات اللي كنت فيها لوحدك وتعبان ومكمل برضه. فاكر اليوم اللي قلت فيه أنا هبدأ؟ ما تنساش اليوم ده، لأنك وقتها شفت في نفسك حاجة، حتى لو نسيتها دلوقتي. كمل، حتى لو ببطء، حتى لو مفيش حد بيشجعك. خلي كل يوم يعدي بشغل بتعب، بس ما يعديش وانت واقف مكانك. في نسخة منك مستنياك توصل، نسخة أقوى، أنضج، أنجح. بس النسخة دي مش هتتولد وانت سايب نفسك للكسل أو للخوف. قوم، واجه، وافتكر اللي هيعيش حلمك هو انت، واللي هيضيعه برضه هو انت. يا فاختار انت مين؟ واقف ولا رايح؟ مهزوم ولا راجع أقوى؟ لأن في الآخر هتيجي اللحظة اللي تبص فيها ورا وتقول أنا عديت، وأنا اللي صنعت الطريق بإيدي. وفي ختام الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتنا رأيك، دعمك يهمنا.